واخيرا جبت لكم السر اللي غادي يجيكم بهذا العصير خاطر وكيجي لذيذ وبنين. عصير ديال البرتقال وكذلك مع واحد الاضافات ان شاء الله غادي تجربوه. كيجي خاطر وكيجي بنين وكيجي منعش واقتصادي، وهانتم كتشوفوا تقريبا بواحد الكميه قليله درت هكا 5 يطرو ديال العصير. فاجوا تشوفوا ان شاء الله معايا المقادير وتكتشفوا هذا السر اللي كيجي به العصير خاطر. فمرحبا بكم مره اخرى على قناتي. إذن أول حاجة كيف ما كتلاحظوا معايا عندي هنا واحد جوج خيزويات، عندي تقريبا واحد ال5 د الحبات ديال البرتقال وجوج ديال الحامضات. كذلك عندي هنا الطنجرة اللي غادي نوضع فيها هاد المكونات هادو. إذن تنقطع كيف ما كتشوفوا معايا خيزو طريفات هكذا صغار، من بعد ما بطبيعة الحال غسلتهم مزيان. وتنقطع كذلك الحامض كان عندي ديجا في الكونجيلاتور. صافي كنخليه حتى كيديكونجولا وتنقطعو كيف ما كتشوفوا معايا طريفات صغار. صافي من بعد كنقطع البرتقال هكا، البرتقال تنقطعو بالقشور ديالو. صافي تنوضعو هكا في الطنجرة وتنضيف له واحد الكمية ديال الماء اللي غادي نخليه تيغلي فيها. ها نتوما كتشوفوا معايا تقريبا هنا عندي واحد لتر ديال الماء. صافي غادي نديرو دابا تيغلي ان شاء الله ونتلاقى معاكم. ها نتوما كتشوفوا من بعد ما مرات واحد ل5 ديال الدقائق، ها نتوما كتشوفوا كيفاش تيغلي مزيان. غادي نخليه يزيد 5 دقائق وحدين اخرين وغادي نطفي عليه. إذن هانتوما كتشوفوا العصير ديالي من بعد ما طاب مزيان وقلا الماء ديالو، هانتوما كتشوفوا قداش ولا الحجم ديال الماء. إذن دابا العصير ها هو إن شاء الله واجد باش غادي نطحنو، وغادي نوجد الصفاية ديالي اللي غادي نصفي فيها من بعد ما غادي نديرو في المولينيكس. وهذا هو السر اللي تيجيب به العصير خاطر هاد البطاطا اللي غادي نضيفها إن شاء الله في هاد العصير ديالي. ودابا غادي نكمل العصير كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ندير شويه ديال خيزو وديال الليمون وديال الحامض وكنضيف لهم الماء وغادي نطحنهم مزيان حتى يتطحنوا ليا. وبالنسبه لديك البطاطا اللي وريتكم قبيله فغادي نقطعوها دوائر كيف ما كتشوفوا وغادي نسلقها حتى هي في داك الماء اللي صفيت ديال العصير الاول اللي كان عندي من الاول وجدته لكم. فما تنضيعوش ديك المياه ديالو، كنعاودو نسلقوا فيها هاد البطاطا هادي وغنكمل معكم الوصفه. اذا بعد ما طحنت العصير كيف ما كتشوفوا غادي نصفيه مزيان في الصفايه، خاصنا نصفيوه مزيان. صافي وهكداك بعد ما وجدت ليا هاد البطاطا وتسلقات مزيان، دابا غادي نضيفها كذلك على داك العصير اللي بقى عندي، يعني الحامض وخيزو وكذلك البرتقال، وغادي نطحن الجميع. ودائما تنضيف الماء تيكون بارد. صافي من بعد ما طحنت هانتوما كتشوفوا دابا غادي نبقى نصفي مزيان هاد العصير، وهانتوما كتلاحظوا معايا كيفاش كيجي خاطر. وهذا هو السر باش كيجي العصير ديال المحلات الكبرى اولا في الحفلات كيجيكم بداك الختوريه. فهذا هو السر اللي جبته لكم، نتمنى انكم تجربوه وتشوفوا كيفاش كيجي لذيذ لذيذ بزاف. اذا هانتوما تشوفوا في الاخير ضفتوا لداك العسل الاول اللي طحنت، ومن بعد دابا تنضيف له هاد المنكه ديال الزا ديال الزهر تجي فيه او زهره البرتقال تيجي فيه واحد المذاق جديد. وكذلك الا كان ممكن تضيفوا له هاد النكهه ديال انا درت النكهه ديال ديال عفوا ديال الخوخ. فانا تيعجبني هكا نضيف له هاد النكهه ديال الخوخ حتى هو كيعطي واحد المذاق روعه. وبالنسبة للسكر أو التحلية فانتوما عندكم كذلك الاختيار كيفاش كتبغيو تشربوه. أنا كنفضل ندير شوية السكر، ما تنبغيش حلو بزاف، فالكمية كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. وهانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كيجي الخليط خاطر. فصدقوني هاد الفكرة هادي غادي تعجبكم إن شاء الله مزيان. وهانتوما كتشوفوا تقريبا جاتني 5 يطرو ديال العصير.
فنتمنى تجربوه إن شاء الله بهاد الطريقة اللي ضفتها لكم ديال البطاطا، وكذلك تيجي بخيزو وبالبرتقال والحامض، تيجي لذيذ وتيجي اقتصادي ومنعش. فبالصحة والراحة، ونتمنى أنكم تجربوه بهاد الفكرة هذه، وإلى اللقاء.